ونقول مصر والحياة السياسية والحادثة اللي احنا عاملينها في مصر، اللي قد تؤدي إلى الانسياق لحاجات كان ممكن الحكومة ما توصلش ليها بسبب المشروعات الفاشلة ومكسب الحاشية الوسخة اللي انتوا طبعا سمعتوا عنهم كتير، لكن ما باليد حيلة وقاعدين تدعوا لشوية لعيبة كورة متأثرين قوي. انا عمري ما شفت واحد يعني معلش بقالي فترة عايش في الحياة دي، ما شفتش واحد بيعيط على حاله او على خسارته الشخصية، لكن شفت ناس بتعيط على ماتش كورة هي مش هتاخد اي حاجة منه ولا هيضيف للبلد اضافة كويسة، سواء في الاقتصاد او في الاجور او في اي حاجة. طبعا الحلقة دي بمثابة تنبيه، لان الوضع سيء جدا يعني، ومفيش حلول عقلانية بالنسبة للشغل بتاعي، سواء في النجارة او في العزل الصوت او في نجارة الموبيليا. طبعا انا ما بنزلش نجارة الموبيليا، انا بكلمك في الشعب المصري من داخل الشعب. انا ما بنزلش نجارة الموبيليا بسبب عدم وجود عدة، يعني انا كل العدة اللي معايا الشنيور ده، ومعايا حوالي 5-6 مفكات على مفاتيح وبنسة قديمة شبه متهالكة. اما بالنسبة لنجارة المسلح فانا معايا مطرقة، هي يعني نعم مش بالجودة الاولى بس مشغلاني ومش مخلياني محتاج يعني، ومعايا المتر ومعايا الخريطة. ما معيش منشار، باخد منشار المقاول او منشار الصنايعي اللي شغال جنبي، او بضطر اكسر الحتة اللي هي موقفاني بالمطرقة اذا لزم الامر. انا ما بحبش اكسر يعني في خشب الناس، برضه بعتبر الخشب ده زي بتاعي يعني، بحاول اعالج باي حاجة قبل ما اضطر اقطع او اكسر حاجة. طبعا الناس معاملتها سيئة، طلعت شبكات بتقول ان هم موردين، اما بالنسبة للشركات الكبرى فمفيش حد بيبقى عنده شغل مفتوح في المهنة دي بالذات بسبب تنظيمها وإدارتها. فانت طبعا بتيجي تشتغل بتلاقي الوضع سيء. في مصر هنا عندنا محدش رفع الحد الأدنى للأجور ل25,000 جنيه. عشان بس نكون صراحة، أنا الرقم ده قايله وهو أقل من المعقول في اللي احنا فيه. طبعا كله عمال يهبط ويحور، وانا بصراحة يعني خلاص زهقت. بشتغل بلاقي نفسي قعدت يقول لك يومين وهنمن عليك، مش عارف ايه، تيجي تقوم تشتغل تاني في شغلانة، وهكذا وهكذا، وبتلف الايام وتعدي والواحد عمره اتسرق. طبعا بحب اشكر المملكة السعودية العربية على اضاعة 3 سنوات من حياتي بدون مقابل لواحد اسمه عبد الرحمن الفعل من الطائف. فده بصراحة انا مش عارف، هو مات حاليا، لسه ميت من قريب يعني، سمعت انا اللي هو مات. بس دوت عايز اقول لك دخول النار ليس كافي، يعني دخول النار اصلا مش والله العظيم ما كافي. اما طبعا بالنسبه للاسعار اللي هم عارضينها علينا على الانترنت دي، اللي هي بتاعت العروض اللي بتتباع من المكاتب بتاعت السفريات، فدي طبعا عروض لا يقال عنها غير انها عروض وسخه لا تفيد. ليه؟ لان انت بتمضي معايا العقد ب2 سنين،
ده أقصى عقد موجود. المكتب عايز 40,000 جنيه اللي هيسفرني السفرية، بما يعادل شهرين كاملين من السنتين. شهرين كاملين من السنتين اللي هم 2500 ريال، اللي هم 5000 ريال. اضربهم كده وشوف هيوصلوا معاك الرقم لكام، وهتلاقي اللي انا بقول لك عليه. طبعا انا اطلع سنتين ابني لك ما يقرب من 1500 متر خرسانات، اللي هو مبنى مكون من حوالي ممكن يزيد عن 70 شقة أو 80 شقة، لأن أنت البرج اللي قدامك دوت البلاطة الواحدة أو الدور الواحد ما بيبقاش فيه أكتر من 50-60 متر على الأكتر مكعب خرسانة. بالعمدان 85 متر، ده أنت كده جايب شغل كبير أوي. فال 1500 متر اللي أنت هتعملهم في السنتين دولت هم طبعا رقم قليل. فانت سلمته ما يقرب من حوالي 70-80 شقة، وممكن يوصلوا ل 100 شقة. طبعا انا اجي اعمل لك 100 شقة والاقي نفسي واخد 40,000 ريال، ولسه اصرف منهم اكل وشرب، ولو حبيت اخرج يوم الخميس ولا الجمعة هناك فاصبح الوضع سيء للغاية. السكن طبعا زي ما حضراتكم بتشوفوا كده على الانترنت، العيال بتبقى قاعده في سراير ولا كأنها في الجيش. عمليه غير منظمه الا لمكسب السعودي. طبعا ده بيحث او بيدل على الفساد داخل المملكه العربيه السعوديه. طبعا كوني بقدم برنامج رئاسي فانا بوعدك ان مفيش واحد مصري هيطلع عندك الخليج باقل من 1500 دولار. ده اقل واحد، ده عامل النظافه. اما بالنسبه للاجراءات اللي ممكن تتاخد في حين اللجوء لتصفيه الحسابات يدوي، فالاجراءات كتير ومحدش في الخليج كله هيقدر يتحملها. عددكم قليل، تسليحكم مش قوي. الامريكان اللي بيساعدوكوا لما يعرفوا مدى خطورة التدخل عليهم مش هيتدخل. طبعا انت ليك سفن بحرية في البحر من بترول ومواد غذائية ومقدرات لتشغيل السعودية في الداخل. طبعا ده بيشكل خطر عليك في البحر الأحمر بالكامل. عندي تعاون مع اليمن، مش هتقدر تعدي من البحر ولا هتدخل أي حاجة ليك، زي ما انت حاولت ودفعت فلوس لناس كتير على العقد السابق. ولو دورت بطريقة بسيطة هتعرف كل الكلام دوت. طبعا الكلام دوت اعتبره بمثابة اعلان بدء المفاوضات للوصول لشيء جيد. الوقت قليل عشان بس محدش يفتكر ان الوقت طويل. تصنيع على وجود قوة عسكرية في الوقت الحالي تم التوصل إليه. طبعا ليه بنصنع قوة عسكرية؟ لعدم وجود تحقيق كامل في كل هذه الأمور والفسدة الموجودين داخل الدولة المصرية والممنهجين لإدارة وفساد واستعباد الشعب المصري. طبعا الناس بتقول لي مالكش دعوة، بس أنا هكمل في فيديو تاني عشان خاطر المعالجة.